ألف مبروك للنادي الأهلي. أزمة في دوري الجمهورية، راعي جديد للنادي الأهلي. كولر يواصل جلساته مع اللاعبين. هجوم على شيكابالا. مواضيعنا النهارده كتير، وقبل ما نبدأ حلقتنا ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدعوا لإخواتنا في فلسطين يا رب انصرهم، اللهم آمين. نبدأ حلقتنا النهارده ونقول ألف مليون مبروك لطايرة النادي الأهلي، فوزهم ببطولة أفريقيا للمرة ال 16 بعد فوزهم في النهائي 3-0. وكده ما شاء الله النادي الأهلي في كرة السلة وكرة اليد وكرة الطايرة يمثلون أفريقيا ومصر في كأس العالم للأندية. وإن شاء الله القدم يتأهل بإذن الله الجمعة القادمة، ينتصر على مازيمبي ويتأهل لنهائي أفريقيا ويفوز بالبطولة إن شاء الله ويشارك في كأس العالم للأندية. الأهلي كده كده متأهل لكأس العالم 2025 بإذن الله بنظامه الجديد اللي هو هيكون زي كأس العالم بالظبط للمنتخبات. ومين يقدر على الأهلي سيد أسياد قارة أفريقيا. تاني حاجة عايزين نتكلم فيها النهاردة وهو كولر يواصل جلساته مع اللاعبين. كولر مهتم جدا ومركز جدا بمباراة العودة أمام مازيمبي اللي هتكون إن شاء الله الجمعة القادمة الساعة 10 مساء مش الساعة 9. أنا كنت قلت لكم إن المباراة هتكون الساعة 9، ولكن بعد ما هنعمل التوقيت الصيفي بإذن الله كل سنة وأنتم طيبين، التوقيت الصيفي هنقدم الساعة ساعة، وبالتالي المباراة هتكون الجمعة الساعة 10 بالتوقيت الجديد. لكن مباراة الترجي وصن داونز هتكون الساعة 9 بتوقيت القاهرة. فنقدر نشوف الشوط الأول من مباراة الترجي وصن داونز ونجري طبعا على مباراة الأهلي ومازيمبي اللي إن شاء الله بحضور 50,000 متفرج يملوا استاد القاهرة وتشجيع من أول دقيقة لآخر دقيقة، وإن شاء الله الأهلي ينتصر ويتأهل لملاقاة إما الترجي أو صن داونز. نتمناها إن شاء الله يكون الترجي في نهائي افريقيا. الحمد لله اليو ديانج عاد من الاصابه، ومروان عطيه وامام عاشور وحسين الشحات وياسر ابراهيم محمد الشناوي. حسين الشحات يقدر يركب ماسك على وشه ويلعب برضو المباراه. اكرم توفيق ما فيهوش مشكله، ان شاء الله يقدر يشارك يوم الجمعه عادي جدا الحمد لله. طبعا مباراه الجمعه اللي جايه لو كولر باذن الله وان شاء الله هينتصر على مازيمبي، فبالتالي كولر هيبقى 20 مباراه في افريقيا بدون هزيمه. كل التوفيق للنادي الاهلي العظيم سيد اسياد قاره افريقيا. جماهير الزمالك اللي على السوشيال ميديا، طبعا مش معظم الجماهير ولكن بالتحديد على السوشيال ميديا، بيهاجموا شيكابالا بسبب ادائه السيء في المباريات الاخيره. ولكن شيكابالا يبقى اسطوره نادي الزمالك. في ازمه في دوري الجمهوريه، كانت مباراه ما بين النادي الاهلي وانبي انتهت بفوز انبي 4-3. بعد المباراه ما خلصت طبعا احنا الاهلي هو بطل دوري الجمهوريه بفارق الاهداف عن باقي المنافسين، ولكن لقينا لعيبه انبي بتحتفل وان هم بيقولوا ان هم فازوا بالدوري. طب منين فزت بالدوري؟ بيقول لك علشان خاطر ان في تزوير في مباراه المصري، وبالتالي يحتسب مباراه المصري اللي انبي خسرها نقط لانبي، فبالتالي انبي يبقى هو الفائز بالدوري. قوم ايه؟ قوم الاهلي يسكت؟ لا يا باشا ما يسكتش. يقوم الاهلي رافع قضيه على الاتحاد السكندري ويقول ان في تزوير في لاعب من لاعبي الاتحاد السكندري. تزوير بمعنى ان هو لاعب فوق السن. الدوري حتى الان هو لصالح النادي الاهلي حتى ينظر في القضايا المرفوعه. هنشوف هيحصل ايه وهبلغكم التطورات اول باول. دي باختصار قصه ازمه دوري الجمهوريه. راعي جديد للنادي الاهلي. طبعا شركه بروميتيون تاير راعي جديد بترعى النادي الاهلي عقد رعايه محترم جدا، وطبعا النادي الاهلي بيتهافت عليه كافه الشركات الكبيره طبعا علشان يفوزوا برعايه النادي الاهلي. مليون مبروك للاهلي. كده خلصت مواضيعنا النهارده. اشوفكم دايما بكل خير وفي افضل صحه وافضل حال. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه وانتظروا فيديوهاتنا اول باول. شكرا لكم. سلام عليكم.